أتمنى إن مظهري ما يخدعكوش خالص عشان أنا لسه من ساعتين كنت قاعدة باعيّط في المطبخ for no reason. هي دي الفكرة بالضبط اللي أنا عايزة أتكلّم فيها النهارده. كل الناس دايمًا بتتكلّم عن أزمة منتصف العُمر، وما فيش أي حد في الدنيا اتكلّم عن أزمة رُبع العُمر، من سِن 25 سَنة لسِن 30 سَنة. أنا باكلّمكم من سِن ال25 دلوقتي وأنا باسجّل، الله أعلم، الله أعلم. حاسة إن أنا تايهة، دلوقتي في سِن أنت بتفهم شوية أنت جاي منين، مراهقتك، طفولتك كان شكلها عامل إزاي، بس في نفس الوقت أنت هو الكاميرا، أنا مش عارفة الكاميرا كده كويسة والّا لأ، ممكن أجيبها كده شوية كمان؟ يعني عشان نبيّن الgreens والحاجات الaesthetically pleasing اللي بتعجب الناس على الإنترنت. الإنترنت ده كدبة كبيرة جدًا برضه. بس مش عايزة آجي أرمي كل القضايا كده بصراحة هو دي الطريقة اللي مخي بيشتغل بيها، وأنا باحاول أبقى شخص متقبّل الflow بتاع دماغي أكتر من كده. بس زي ما كنت باقول أنتم بتبقوا في فترة لسه بتجمّعوا هو إيه اللي حصل معايا في طفولتي، في مراهقتي، وفجأة بتصطدموا بواقع، تبُص جنبك تلاقي ناس بتشتغل وworkaholic وعارفة هي بتعمل إيه وعايزة تشتغل إيه. وارد جدًا إن الcase بتاعتك تكون إن أنت مش عارف أنت عايز تعمل إيه، أو إن أنت بتعمل حاجة فعلًا already بس مش متأكد برضه إذا كانت دي الحاجة اللي أنت أصلًا عايزها والّا لأ. في نفس ذات الوقت في ناس تانية برضه على scale تاني مثلًا بتتجوّز، بتخلّف، وأنا مثلًا I'm not sure إذا كنت لقيت شخص مناسب أو إذا كنت أنا أصلًا جاهزة للموضوع. يعني بيبقى في حتّة كده اللي هو أنا تمام دلوقتي ممكن legal إن أنا أتجوّز، بس في نفس الوقت آآ حاسة إن أنا لسه صغيّرة أوي، مش صغيّرة فكريًا، بس حاسة إن أنا لسه ما وصلتش للحتّة بتاعة اللي هو ده بالضبط اللي أنا عايزة أعمله. ما فيش الصوت ده، ما فيش الصوت ده. وأكتر حاجة بتضحّكني إن أنا ساعات باحس إن أنا رجعت بالسنين لورا، إن أنا مش عارفة أوي الstyle بتاعي إيه. أنا مش عارفة أوي أنا إيه اللبس اللي أنا باحبه، مش عارفة إيه الشكل اللي أنا باحبه، مش عارفة إيه لفة الطرحة اللي أنا باحبها، مش عارفة إذا كنت مبسوطة. ولو ممكن أرجع للحتّة بتاعة الإنترنت، باحس إن مؤخرًا باسأل نفسي كتير إذا كنت أنا باعمل الحاجة دي عشان أنا عايزة أعملها فعلًا، والّا عشان كل الناس على الإنترنت بتعمل كده فأنا لازم أعمل زيّهم. أنت مش لوحدك، you're not alone. لو أنت محتار أو لو أنتِ حاسة إن الدنيا كلّها مش مفهومة بالنسبة لِك لسه، عادي. actually إن إحنا عِشنا مثلًا 25، 30، 40، أصل هو ده رقم كبير في حُكم مين؟ مين اللي بيحدد؟ أصل إيه اللي بيحدد الكبير والصغير في الحياة؟ بس عايزة أقول إن التوهان عادي، أو ده اللي أنا باقوله لنفسي. أتمنى إن هو يكون عادي، وإنه تبقى مش sure أنت لسه عايز تعمل إيه، عايز تشتغل إيه، عايز تكمّل دراسة، عايز تسافر. يعني حاسة إن أنا عندي 100.000.000 ألف هدف محتاجين إن أنا أعيش كذا حياة مختلفة. هادّيكم مثال إن أنا نِفْسي أكمّل، يعني أنا شايفة إن أنا ممكن أبقى أفضل content creator وأعمل my own business أو عملي الخاص بيّا يعني. وفي نفس الوقت باحس إنه لأ، أنا عايزة أسافر برّه وأعيش برّه. وفي نفس الوقت حاسة إن أنا ممكن أستقر وما أفتحش مثلًا online business أو كده، وأفتح cafe وأتعرّف على الناس وأعرف قصة حياتهم، عشان as much as ما أنا قعدت السنين اللي فاتت كلّها شايفة إن أنا عايزة أبقى لوحدي. أنا still عايزة أبقى لوحدي، بس بيبقى دايمًا عندي فضول من ناحية يا ترى الناس حاسة زيي؟ يا ترى الناس شايفة الحياة إزاي؟ فمش عارفة إذا كان mix السفر والاستقرار ده حاجة، مش عارفة. كل شوية الموبايل يفصل عشان ما فيهوش storage. ده بقى الواقع، ده أرض الواقع اللي أنا حابة أشارك بيها. الحياة مش دايمًا smooth عادي، بس كنت باقول إن أنا كل الحاجات اللي أنا باطمح لها آمم ما لهاش علاقة ببعض. ساعات باقعد أقول لنفسي بجد، بجد أنتِ عايزة إيه؟ أنتِ عايزة إيه منّي؟ أنتِ عايزة إيه منّي؟ أنتِ عايزة إيه منّي؟ مش عارفة. بس بارجع وأقول، أو الفكرة اللي دايمًا بتهدّيني فكرة إنه أكيد، أكيد ربنا مش هيحُط فيّا كل الطموح ده وكل الأحلام دي for no reason. إن شاء الله هاوصل لأكبر قدر ممكن، مهما كنت شخص عايز حاجات مختلفة.
basically أنا شايفة إن أنا شخص مختلف، ومش تعجرفًا منّي، بس صدّق أو لا تصدّق هو كلّنا أشخاص مختلفة تمامًا، مهما كنا متشابهين في حاجات كتير، بس كل حد فينا فعلًا زي الfingerprint. فدلوقتي السِن اللي أنا فيه برضه بيخلّيني إن أنا عايزة أembrace أو أوضّح أو أهتم باختلافي وأمشي ورا أفكاري، لإن أنا حاسة إن أنا عِشت مراهقتي كلّها، وناس كتير أوي عاشت نفس السيناريو، مراهقتي كلّها كنت باحاول إن أنا أورّي للناس اللي هيبسطها منّي، مش أنا الحقيقية، أنا هاورّي الناس اللي يخلّيها تتقبّلني أكتر وتحبّني أكتر بمعاييرهم هم، فاهمين قصدي؟ فدلوقتي حاسة إن أنا ولا اكتسبت حُبّهم ولا لقيت نَفْسي، I'm stuck in the middle. أنتم عارفين من ضمن الحاجات اللي أنا بقيت باكرهها مؤخرًا إيه؟ فكرة إنه فعلًا إحنا بنتكلّم لغة مش عربية كتير أوي، أنا باحاول إن أنا أغيّر ده في نَفْسي، بس في نَفْس الوقت هي بقت موجودة طول الوقت، فمش عارفة أتغاضى عنها، بس في نفس الوقت فعلًا أنا بقيت مخنوقة من الموضوع ده، وباحاول، أنا بس باحاول. ومش باقول ده عشان خايفة من judgment خالص، بس هي فكرة إن أنا باحاول. الtherapist بتاعتي حكت لي إنه كل واحد فينا عنده جواه الطفل الداخلي بتاعه لسه موجود، إحنا وإحنا أطفال babies باحتياجاتنا بكل الحاجات اللي إحنا كان نفسنا فيها بطموحاتنا بأحلامنا وكده، موجودة لسه جوانا. فممكن يكون my inner child الطفل الداخلي بتاعي في حاجات كتير أوي ما اتلبّتلهوش، أو في حاجات كتير هو زعلان منها، أو في حاجات في الدنيا كان نفسه يعملها وما عملهاش. فدلوقتي وما فيش حد خلّى باله منه، فدلوقتي أنا الكبير أو الشخص الكبير اللي ذو ثقة في حياة الطفل الداخلي بتاعي، فأنا لازم آخده كده من إيده وأفرّجه على الحياة وأعرّفه عليها وأصالحه على الدنيا وأدّي له الاهتمام اللي ما حدش ادّاه له، وأسمع منه أفكاره مهما كانت طفولية، لإن هو في الأول وفي الآخر طفل. إحنا كنا كلنا في يوم من الأيام أطفال، وإحنا عندنا شوية scars أو جروح من وإحنا أطفال لسه ما حدش حلّها. بس بصراحة على قد ما الرحلة متعبة أوي، على قد ما أنا باقعد أقول الحمد لله، الحمد لله يا رب على نعمة الوعي، حتى لو مش عارفة أحل المشكلة بس أنا واعية إن هي موجودة. حاسة الموضوع غريب شوية وأنا باصوّر بالعرض، بس حابة أقول لنفسي برافو عليكِ إن أنتِ ما قعدتيش تتحججي وتتلككي، ما عملتش setup فاخر زي ما كنت باتمنى، وإن أنا يبقى عندي استوديو كده عشان أبدأ يوتيوب، ما حصلش، ما جبتش كاميرا. أنا تمام، إن شاء الله في يوم من الأيام هاجيب، بس at least بدأت. آخر حاجة عايزة أقولها لكم إن أي حد جاي من إنستجرام عندي عارف إن أنا كنت باحكي إن المايك بتاعي كان بايظ، المايك ده بايظ. أنتم عارفين إن المايك ده بايظ؟ أنا دلوقتي بس مسكته عشان أدّي لنفسي الإيحاء بتاع إن هو شغال، فأحس إن أنا comfortable أكتر إن أنا أتكلم، وعشان بصراحة أدّي لكم impression إن أنا شخص professional أكتر وعارف هو بيعمل إيه وبيتكلم في إيه شوية. فلو الحركة دي نفعت معاكم، هو ده الإيحاء، وهي دي الحياة ببساطة، وهو ده الإنترنت. وأنا اتبسطت أوي وأنا باسجل الفيديو ده بجد، وأتمنى إن هو يفضل ذكرى خالدة كده أفضل أرجع أبُص عليها كل سنين حياتي، وإن الحياة تتحسن، وإن الحياة تبقى أحسن بالنسبة لي. هاكون متحمسة جدًا إن أنا أسمع آرائكم ونتشارك. لو أنتم اتفرجتوا للآخر بجد شكرًا، أنا باحبكم، وأنا مش شرط أكون أعرفكم 100% علشان أقول لكم إن أنا باحبكم، أنا باحبكم عشان أنا متأكدة إن أنتم ناس كويسة، وأتمنى لكم حياة هادية ولطيفة بس.